السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يدخل كده ويعمل تعليق ويشترك في القناة، والتعليق والصلاة على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك حبايب قلبي. معانا نص كيلو كبدة، جايبة نص كيلو كبدة ب60 جنيه. هعمل منه النهاردة وليمة. طب هتعملي منه وليمة ازاي؟ هقولك اهو، تابعي الفيديو معايا وهتشوفي انا هعمل منه وليمة ازاي. هجيب بصلتين كبار كده محترمين وهقطعهم طرنشات زي ما انت شايفة كده، او جوليان. تمام، هنقطعهم بقى تقطيعه حلوة كده، وهنحضر معانا الطاسة علشان نعمل الكبدة بتاعتنا، الكبدة الاسكندراني الجميلة جدا اللي هعملها بالبصل. انا انا عملتها كذا مرة على القناة، بس ما عملتهاش ببصل، كنت بعملها بتوم وحبة ملح وحبة فلفل وبس على كده. تمام، النهاردة بقى احنا عايزين نكثف الكمية اللي معانا ونعمل كمية كبيرة تأكل كام فرد، تأكل حوالي 5 أفراد. تمام، وممكن كمان 6 أفراد. معايا كده 3-4 معالق من الزيت، حطيتهم كده في الطاسة وهنزل بيهم على الزيت ده بعد ما يسخن جدا كده هنزل بالبصل. البصل انا عايزه اكرمله كده وادبله في الزيت دوت. انا مش عايزه ان انا احط الكبده مع البصل وهو ناي، علشان البصله ما تبقاش مقرمشه وتبقى لسه مش مستويه. انا عايزه اكرملها واسويها كده اديها تتبيله. طبعا بطل البهارات بتاعت الكبده الفلفل الاسود، عشان طبعا انتوا عارفين الكبده بتكون زفره وكده. ونصيحه، الكبده المستورده اللي تجيبيها اللي هي مش بلدي اوعي تغسليها، يعني انت جبتيها متقطعه كده ما تغسلهاش، لان هتزيد الزفاره بتاعتها. فزي ما هي كده وتقومي وهي لسه ماسكه نفسها متجمده ولسه ماسكه نفسها، ما تحاوليش انك تفكها لان الدم هيبقى كتير. تمام، وهي ماسكه نفسها كده تقومي ما مسوياها. تمام، هندبل البصل زي ما انت شفتيه كده وكرملناه. وطبعا ما نسيناش الملح، والملح ده حسب الرغبه بتاعتك. انا حاطه معلقه صغيره. زي ما انت شايفه الكبده بتاعتي لسه مجمده، يعني مش مجمده تجميد كامل. تمام، علشان ما تنزلش بقى دم وكده، وزي ما انت عارفه وهي ما بتتشطفش عشان ما تزيدش من الزفاره بتاعتها. وهتحطي كمان معلقه من الخل. انا ما جبتش المشهد دوت. هتحطي كمان معلقه من الخل علشان السوا بتاعها يبقى حلو كده ما فيهاش اي زفاره. تمام، هنشوح كده الكبده بتاعتنا اللي ريحتها تجنن الجميله جدا ديت مع البصل. طبعا احنا سوينا البصل وكرملناه ودبلناه في الاول. تمام، يا ريت اللايك حبيب قلبي ما تنسوش. معايا حوالي 5-6 فصوص من الثوم كده، قطعتهم تقطيع صغير كده ونزلت بيهم على الكبده. نزلت بيها نيه، يعني محمرتش الثوم مع البصل، انما بتبقى نيه الثومه بتديكي ريحه اقوى. تمام، وحطيت كمان معلقه من الكزبره الناشفه، عشان الكزبره كمان الناشفه دي بتدي ريحه اجمل في اللحوم. وكمان قرنين الفلفل اللي هم الاخضر، ويا سلام لو عندك بقى فلفل الوان. بس انا ما حبيتش ان انا اكلف الاكله اكتر من 60 جنيه. يعني عندي قرنين فلفل اخضر في التلاجة، وقرن فلفل كمان حامي، بس ما قطعتوش تقطيع صغير، قطعته تقطيع كبير علشان خاطر يعني تدي تدي الكبده نكهه ان هي حاره، وفي نفس الوقت ما تبقاش حاره جامد. تمام، زي ما انت شايفه كده الكبده بتاعتنا استوت وطلبت الاكاله. ريحتها بقى مش هقولك على ريحتها ولا طعمها، يعني ما بتاخدش سوا كتير. حاول النار بتاعتك تبقى عاليه في الكبده، ما تهديش النار علشان الكبده ما تتمصش وتبقى ناشفه وتبقى زي الكاوتش. تمام، انت هتعلي النار بتاعتك، وكل الموضوع مش هياخد 10 دقايق. ب60 جنيه عملنا وليمه. تمام، وهنزل بقى بعد ما استوت كده في طبق التقديم. الله عليها وعلى ريحتها وعلى جمالها. وعيش بلدي بقى وعيشي. ولو عملتي مكرونه بالصلصه الحمراء جميله برضو. يا ريت اللي يشوف الفيديو ما ينساش اللايك، ما تنسوش الصلاه على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويا ريت كده تفتكرونا بدعوه حلوه لو بتستفادوا من القناه بتاعتي. يا ريت دعوه حلوه كده من قلوبكم، ويا ريت تدعموا اختكم في الله. احنا بقالنا ياما فاتحين القناه دي، ونفسي ربنا يكرمني فيها كده يا رب. بطلب من اخواتي حبايبي، يعني احنا كلنا واحد. ويا ريت ما تنسونيش بالدعوة الحلوة واللايك، بأكد عليه عشان هو بيرفع من القناة. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله.